هو انت عايز مني ايه؟ ارجوك سيبني بقى. النهارده فرحي. هو النهارده فعلا فرحك، بس فرحك عليا انا اللي هتجوزك يا سهام، مش خطيبك. انا جوز اختك وانا الاحق ان اتجوزك. وقبل ما نبدا الحكايه اعرفكم بنفسي. انا سهام، مخطوبه، والنهارده عزا اختي كريمه اللي راحت وعندها بنت وولد. وبعد العزا جه يوسف جوزها وقال لي: معلش يا سهام، أنا رايح الشقة النهاردة، ينفع تخلي الولاد معاكي؟ عشان خاطري، أنا مش عايزهم يعني يشوفوني كده. طبعا يا يوسف، خد راحتك. وبعدين انت ايه اللي يخليك تروح شقتك؟ خليك هنا معانا. لا لا لا، أنا محتاجة أروح هناك، حاسس إن أنا عايزة أكون مع كريمة، أنا عايزة تحس بيا. ربنا يصبرك يا رب. وفعلا بعدها مشي، ولقيت خطيبي هشام قرب وقال لي: ممكن أعرف كان بيقولك إيه؟ وليه كنتوا واقفين جنب بعض بالشكل ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ده كان بيقول ان هو عايز يسيب الولاد معايا. اه، ولحد امتى بقى؟ المفروض ان كلها كام شهر ونتجوز. العيلة هتفضل معاكي برضو ولا ايه النظام؟ اتجوز ازاي يا هشام؟ هو انت مش شايف ان اختي ايه اللي حصل لها؟ لا طبعا، احنا هنأجل فرحنا، دي رابع مرة نأجل فيها، وانا مش هأجل تاني. واللي عندك اعمليه. هو انت شايف ان ده وقته عشان خاطر يعني ان احنا نتكلم في الموضوع ده؟ على العموم براحتك، بس عايز اقولك ان انا مش هاجل فرحنا تاني. وبعدها سابني ومشي. وبالليل كنت قاعدة على السرير، افتكرت اختي وفضلت اعيط. بعدها تليفوني رن. الو. ايوه يا هشام، خير في ايه؟ حقك عليا يا سهام، انا اسف والله على الكلام اللي انا قلته، بس انت ما تعرفيش بجد ان دي رابع مرة نأجل فيها فرحنا، وانا فعلا متضايق جدا. أنا مش زعلانة منك، بس عايزاك تحس بيا شوية. أنا برضه زعلانة على أختي اللي راحت، دي لسه صغيرة. خلاص، أنا مش هين عليا إنك تنامي وإنتي زعلانة مني، أرجوكي ما تزعليش. مفيش مشكلة خلاص. وبعدها فضل يوسف كل يوم يجي البيت بحجة الولاد. وفي يوم لقيته دخل المطبخ وقال لي: بالله عليك يا سهام حطي الأكل بسرعة، عشان أنا ورايا مشوار مهم لازم أروحه. معلش يا يوسف، هشام خلاص قرب علينا عشان ناكل كلنا مرة واحدة مع بعض. وفي الوقت ده لقيته اتعصب وقال لي: هي ايه الحكاية بالظبط؟ هو كل يوم لازم تعزميه هنا؟ أنا مش فاهم يعني. أمال أنت عايز إيه؟ نفضل أنا وأنت لوحدنا في الشقة ولا إيه؟ أنت عارف إن مفيش حد عايش معايا، لأن خطيبي لازم يبقى موجود. أنا قريبك، إنما هو ما يبقاش ليكي أي حاجة. كنت قريبي، أنت كنت جوز أختي، وأختي خلاص راحت. عندك حق، أنا آسف. أنا حاسس إن أنا بقيت متطفل عليكي. أنا هاخد الولاد وأمشي. إيه اللي يريحك أعمله يا يوسف؟ ثواني أدخل أحضر شنة الولاد. وبعدها أخد الولاد ومشي. وجه هشام وقعد. أنا مش فاهم إيه لازمته إن كل يوم نيجي نتغدى عندك هنا. هو خلاص أخد الولاد ومشي، ولو عايز ما تجيش براحتك. هو في حاجة حصلت بينك وبينه ولا إيه؟ شكلك متضايق ليه؟ اوعى يكون زعلك في حاجة. لا والله، بس يعني صعبان عليا الولاد، انت عارف يعني ان هم اكيد مش هيهتم بيهم. معلش يا سهام، هي دي سنة الحياة، واكيد هو بكرة يتجوز. عارف، لو كانت ماما الله يرحمها لسه عايشة كانت عمرها ما هتوافق خالص ان هو ياخد الولاد ويمشي. ربنا يرحمها. على العموم انا لازم امشي دلوقتي، ما ينفعش اكون معاكي هنا لوحدنا. لو عوزتي اي حاجة كلميني. هشام، حاول تخلص الشقة بسرعة، لاني خلاص ممكن شهر ونتجوز بإذن الله. بجد يا حبيبتي، ما تعرفيش انتي فرحتيني ازاي. حاضر، انا هحاول اخلص كل حاجة. وبعدها مشي، وانا اتصلت بيوسف. خير يا سهام، عايزة ايه تاني؟ مازن بكرة عنده تمرين، لازم توديه الساعة 3. انا قلت افكرك. لا خلاص بقى، انا مش فاضي للكلام اللي انتي بتقولي عليه ده، لا في مدرسة ولا تمارين ولا في اي حاجة. ايه ده؟ ده ازاي يعني ان شاء الله؟ الولد متفوق جدا، هو ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. خلاص، لو عايزاهم يكملوا تعليمهم لازم انا وانتي نتجوز. انا بحبك، وبصراحة كده مش عايزة اتجوز حد غيرك. انت شكلك كده اتجننت. انا هتجوز جوز اختي؟ اختك راحت خلاص، فكري في كلامي كويس قوي. مستقبل ولاد اختك هيكون في ايدك انتي، ودول ولادك برضه، وبراحتك بقى. وبعدها قفلت السكة وبطلت اطمن عليه. وفي يوم كنت قاعدة في الكافيه أنا وهشام،
لقيته بيقول لي: مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ متغيرة ليه كده؟ مخنوقة قوي يا هشام. انا بقالي كام يوم معرفش اي حاجة عن الولاد، خايفة عليهم جدا. سهام، الولاد مع ابوهم، هو اكيد مش هيعمل فيهم حاجة يعني. وبعدها لقيت تليفوني بيرن، وكان مازن ابن اختي. الو. ايوه يا مازن يا حبيبي، ازيك عامل ايه؟ الحقيني يا خالته، انا جعان جدا، بابا مش بيجيب لنا ناكل، ورحمة كمان بقالها كام يوم مش غيرت البامبرز بتاعها. ازاي الكلام ده؟ ازاي حصل كل ده؟ طيب انا جايه لك دلوقتي حالا يا حبيبي. وبعدها فعلا رحت له، وفتح ليا يوسف: انت عندك قلب؟ حرام عليك، ايه اللي انت بتعمله في الولاد ده؟ ايه ده؟ مالك في ايه؟ عملت في الولاد ايه؟ ما هم كويسين قدامك اهو. معلش، اعمل ايه بقى؟ شغلي واخدني. ارفع عليا قضية وخدي الولاد. انا فاهم لعبتك يا يوسف، بس تريح نفسك، اللي في دماغك مش هيحصل. والله لو العيال صعبانين عليكم خدوهم. ولا ايه كلامك يا سهام؟ لا، عمرهم ما يصعبوا علينا قد ما المفروض يصعبوا عليك. يلا بينا يا سهام. اصبر بس يا هشام. اصبر ايه؟ اصبر ايه يا سهام؟ هو انت مش شايفه طريقه كلامه عامله ازاي؟ المفروض ان هو ابوهم وهيخلي باله منهم. والله انا عرضت عليكي ترحمي عيال اختك وانت اللي مش راضيه. براحتك، اختاري دلوقتي، يا انا يا العيال. انا هشام. انا بصيت له وسكت، وهو نزل. كنت عارف ان اولاد اختك مش هيهونوا عليكي برضو. اوعدك ان انا اخليكي ست الناس كلها لما نتجوز. انت بتحلم. اي نعم انا بحب ولاد اختي، بس عمري ما افكر اتجوز واحد زيك. ساعتها نزلت، وكان هشام واقف تحت. حقك عليا يا هشام، انا اسفه والله، بس بجد كنت عماله افكر هعمل ايه مع ولاد اختي. حبيبتي، انتي مش هتفضلي شايله همهم دايما، هو ابوهم برضو، واكيد مش هيعمل حاجه فيهم. خلاص يا حبيبي، شوف هتعمل ايه عشان خاطر نتجوز بسرعه. خلاص يا حبيبتي، الفرح الاسبوع الجاي. وبعدها رحنا البيت، وفي شقه يوسف كان قاعد والجرس رن، وكانت شيماء جارته القديمه. خير يا يوسف؟ ايه اللي فكرك بيا بعد الوقت ده كله؟ ادخلي بس، مش عايز حد من الجيران يشوفك. وبعدها دخلت وقعدت. صحيح، نسيت اعزيك في مراتك الله يرحمها، وهو ارتاحت بدل ما كل شوية كنت بتخونها معايا. دلوقتي نقدر نتجوز بقى. نتجوز ايه يا شيماء؟ انت عارفة اللي بيني وبينك ما ينفعش جواز، احنا كده كويسين. ساعتها شيماء قامت وقفت وقالت له: ليه بقى ان شاء الله؟ ايه، هو انا ما استاهلش اكون مراتك ولا ايه؟ اقعدي بس عشان نعرف نتكلم. تستاهلي طبعا، بس انت عارفة كل اتنين متجوزين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وانا بحبك ومش عايز اي مشاكل بيني وبينك. انا مبسوط معاكي كده. طيب هو انت عايز مني ايه دلوقتي؟ بصراحة انا عايزة اتجوز سهام اخت مراتي، وهي مش موافقة، مصممة تتجوز جوزها، معرفش بتحبه على ايه. برضه انا ما فهمتش، انا مالي يعني بالحوار ده؟ هو انت فاكر ان انا اقدر اروح اقول لها اتجوزي؟ اقعدي بس وانا هقولك تعملي ايه. وفي شقتي كنت قاعدة ويوسف جه وفتحت له: مالك يا سهام في ايه؟ اتصلت بيا وقلت لي تعالى بسرعة. مش عارفة بجد ايه اللي بيحصل. ليه الكوافير اتصل اعتذر لي، وكمان الميك اب ارتست اللي انا كنت متفقة معاها. طب ليه حصل كده؟ طب انتي ما سألتهمش يعني؟ مش عارفة والله يا يوسف، انا مش عارفة اتصرف ازاي دلوقتي. خلاص فاضل اسبوع على الفرح. عايزك تهدي بس وتهدي نفسك، وبإذن الله هنلاقي اتليه تاني تجيبي منه الفستان. وفي الوقت ده الباب خبط، وانا فتحت. كانت شيماء. ايوه خير، مين حضرتك؟ انا اسفه والله ان انا جيت كده من غير ميعاد، بس انا جبت عنوانك من البطاقه اللي كانت في الاتيليه. انا كنت شغاله في الاتيليه وشفت اللي حصل النهارده، وبصراحه كده انا اتضايقت قوي. انا بقى عايزه اعرف ايه اللي حصل بالظبط. ليه هم عملوا معايا كده ليه؟ بالله عليكي انا هقولك، بس انا مش عايزه اي مشاكل مع الاتيليه. في واحد اسمه يوسف جه واتكلم معاهم وخلاهم يعملوا كده، انا معرفش كان ايه السبب. وفي الوقت ده قام هشام وقال: يوسف ده ليلته سودا معايا النهارده، والله ما هسيبه. حرام عليك يا استاذ، هو انا ذنبي ايه؟ ده انا ممكن يتقطع عيشي في الحركه دي. انا جايه اساعدك واقول لك ان في اتيليه كويس جدا، وكمان شغلهم معاهم حلو قوي، ومعاهم كمان ميك اب ارتست هتكون لو انت حابه. معقوله؟
هنلاقي حجز بسرعة كده؟ ده أنا فرحي خلاص، كلها كام يوم. أنا مش عايزاكي تشيلي هم خالص، بكرة بإذن الله هجيلك ونروح سوا. بصراحة أنا مش عارف أشكرك إزاي على اللي حصل منك ده. على إيه يا أستاذ؟ منه لله اللي كان السبب. يلا بعد إذنكم، وربنا إن شاء الله يكمل لكم على خير. وبعدها مشيت. أنا مش فاهم هو عايز مننا إيه بالظبط؟ هو الجواز بالعافية يعني؟ أرجوك يا هشام، أنا مش عايزة مشاكل خالص. خلاص هنتجوز، وكده كده أنا هسيب البيت هنا ومش هعرفه مكان شقتي الجديدة. على العموم شوفي ناوية تعملي إيه وبعدين نشوف. وفي الوقت ده روحت شيماء بيتها واتصلت بيوسف. ها عملتي إيه؟ عيب لما تقولي الكلام ده. كله تمام، بس أنت هتسيب شقتك يعني بعد ما تاخدها وتمشي؟ هسيب البلد كلها بس يحصل، وأنا برضو مش هنساكي يا روحي. لما نشوف. يلا بقى، هي بكرة هتكون معايا وبعدها هقولك هنعمل إيه. وبعدها قفلت السكة ويوسف قال سهام مش عايزة تكون معايا. بعد كل اللي عملته ده أنا اللي عملت كده في أختها عشان خاطر أعرف أتجوزها. ضحيت بأم عيالي عشان أكون مع حبيبتي. وبدأ يوسف يفتكر اللي حصل زمان لما دخل باب الشقة وكانت إلهام تعبانة. كويس إنك جيت يا يوسف، أنا تعبانة. أنا بحس لما باخد العلاج بتعب أكتر، معرفش ليه. بطلي دلع بقى، هو أنت كل شوية تقولي لي كده؟ أنا عمالة أغير في دكاترة وعمالة أصرف عليكي قد كده، وكل شوية تعبانة. حرام عليكي بقى يا شيخة. طب ما تخليني أروح للدكتور محمد صاحب زميلتي، بتقول عليه إنه هو شاطر جدا. قلتلك لا مش هيحصل. وبعدين هي زي أختك، عارفة إن أنت تعبانة ومش جاية تقعد معاكي يعني. والله يا يوسف على طول بتكلمني إن هي تيجي تقعد معايا، وأنا بقول لها لا هبقى كويسة. أنا مش عايزة أشيلها همي. هو أنت إيه غاوية تشيلين أنا همك؟ اوعي كده من وشي يا شيخة، ده أنا اتخنقت. وبعدها دخل الأوضة وكلم الممرضة. ها قولي، العلاج جاب النتيجة خلاص؟ أجهز العباية السوداء؟ أنت تخرسي خالص، مش عايزة أسمع صوتك. دي ما بيحصل لهاش أي حاجة، كل شوية تقولي تعبانة وبس، وأنا عمالة أدفع في مصاريف علاج. هو مش أنت اللي مش عايز يبان إن ده فعل فاعل؟ اصبر بقى، أديني صابر عشان حب عمري. المهم أول ما يحصل اللي احنا متفقين عليه تتصل بيا وتكلمني عشان أجي واخد الحلاوة. يحصل بس من عيني ليكي. خلينا نرجع تاني. لو تعرفي يا سهام أنا بحبك إزاي. كنت هتحبيني قوي والله. وفي الأتيليه كانت واقفة مع شيماء والبنت صاحبة الأتيليه، وأنا قلت أنا مش قادرة أصدق والله. معقولة الأسعار دي اللي انتي بتقولي عليها؟ وهقدر كمان أخد الفستان اللي أنا عايزاه؟ أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي حبيبتي. الأتيليه كله تحت أمرك. انتي ما تعرفيش شيماء غالية علينا قد إيه، بجد باين عليها إنسانة محترمة وكويسة جدا. طب الفرح بكرة بإذن الله؟ خلاص هتسيبي عربونة عشان خاطر أحجزلك الحاجة، وهستناكي بكرة إن شاء الله. شكرا ليكي. وبعدها روحت شقتي ولقيت الباب بيخبط وفتحت، وكان يوسف. خير يا يوسف، عايز مني إيه تاني؟ مش خلاص بقى لحد كده؟ بجد أنا حسيت أوي إن أنا غلطان وجاي أعتذرلك على اللي أنا عملته. يا ريت ما تزعليش مني. هو ده من إمتى بقى إن شاء الله؟ أنت ناسي اللي أنت عملته فيا ولا إيه؟ ده أنت لغيت لي المواعيد كلها. بجد أنا كنت إنسان أناني، مش بفكر غير في نفسي وبس. حقك عليا ما تزعليش. مفيش مشكلة، بس للأسف أنت مش هتقدر تحضر فرحي لو أنت بتعمل كل ده عشان خاطر تيجي الفرح. فلأ خلاص، كل اللي أنت عايزاه أنا هعمله، بس المهم إنك تسامحيني على كل اللي أنا عملته معاكي. مفيش مشكلة خلاص. وتاني يوم رحت الأتيليه ودخلت ولقيت شيماء لابسة نفس لبسي بالظبط، درس أحمر. إيه ده؟ مش فاهمة، معقول الصدفة دي إننا لابسين زي بعض؟ صحيح غريبة قوي. بصي يا ستي، أنا جبتلك أكل علشان خاطر أكيد هتكوني محتاجة أكل. بجد يا شيماء أنا مش عارفة أشكرك إزاي والله. ده لو أختي مش هتعمل معايا اللي انت بتعمليه ده. أنا كنت خايفة قوي من اليوم ده يجي وأنا لوحدي، وأنا ماليش صحاب وماليش حد. والله انت كويسة وبنت الناس وتستاهلي كل خير. على العموم أنا معاكي وهفضل معاكي طول اليوم. يلا بقى طلعي السندوتش وكلي. لا خلاص مش دلوقتي، خليها كمان شوية. وبعدها لبست الفستان وكنت قاعدة بعمل الميك اب، وبعدها جابت لي كوباية شاي.